لن تصدق أن أغنى تاجر في المدينة كان يخاف من قطعة خبز يابسة. كان في مدينة قديمة تاجر معروف بالثراء الواسع، وكان الناس يظنون أنه أسعد إنسان على وجه الأرض، لكن التاجر كان يخفي سرا لا يعرفه أحد. في غرفته الخاصة وجد صندوق خشبي قديم لا يفتحه أبدا، بل يحرسه وكأنه كنز حياته. مرت السنوات ومرض التاجر مرضا شديدا حتى اقتربت ساعته الأخيرة. اجتمع أولاده حوله وقالوا: أبانا، طالما حيرنا هذا الصندوق نريد أن نعرف ما بداخله قبل أن ترحل. ابتسم التاجر بحزن وقال: هذا الصندوق هو أثمن ما أملك، وما جعلني غنيا، لكنه أيضا ما جعلني تعيسا. فتح الأبناء الصندوق فإذا بداخله قطعة خبز يابسة وملابس ممزقة قديمة. تعجبوا وسألوه: ما معنى هذا؟ تنهد التاجر وقال: كنت شابا فقيرا، نمت ليلة جائعا على هذه القطعة من الخبز، ولبست هذه الثياب الممزقة. في تلك الليلة أقسمت أن أجتهد حتى لا أذوق ذل الفقر مرة أخرى، وفعلا صرت أغنى التجار. كلما كبرت ثروتي زاد خوفي أن أعود لذلك الفقر، حتى صرت عبدا لهذه الذكرى، لا أنام إلا وأنا أحرسها. ثم بكى وقال: يا أبنائي، الغنى الحقيقي ليس في الذهب والفضة، بل في قلب مطمئن يخاف الله ولا يخشى الفقر ولا يغتر بالغنى.